مين اللي عاجل فينا، مين مجنون، مين اللي مدبوح من الألم، مين اللي ظالم فينا، مين مظلوم، مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم وبراس تدج صرخة ميلاد، تموت حتة مني للجراس بتعلن نهاية بشر من العباد. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة. وتكمل البطلة سرد قصتها قائلة: اسمي أمل. قد يكون أخطأوا في تسميتي بهذا الاسم الذي لا يمسني لا من قريب ولا من بعيد. قد يكونوا أبدلوه من يأس إلى أمل، فربما يكون يأس هو الاسم الأصدق والأنسب لي. قد تكون بدأت مأساتي منذ أن جئت إلى هذا العالم المخيف الذي كنت أطل عليه من خلال نافذة صغيرة لا تتيح لي الفرصة للتعرف على هذا البشر. وصفني الجميع بالخجل والهدوء الملحوظ، وكنت انطوائية للغاية. تسبب خجلي وانطوائي في خوف أبي علي من التعامل مع الناس، وأغلق علي جميع الأبواب، بل وقطع حبال التواصل مع أي شخص يحاول خروجي من المنزل. فأصبحت لم أعتاد على النزول إلى الشارع وحدي، ولم أعتاد على شراء شيئا من المحلات بمفردي، حتى تحول شعوري بأنني أصبحت أخاف من النزول إلى الشارع إلا ومعي أبي أو أمي. قضيت عمري وراء النافذة الصغيرة أنظر وأتساءل: ما هذا العالم الغريب؟ حتى كبرت وما زالت النافذة صغيرة. عشت طوال حياتي على هذا الحال دون أصدقاء، حتى أقاربي كنت أشعر دائما بحاجز كبير بيني وبينهم. كنت معزولة عنهم تمام العزلة، وعندما أتواجد بينهم يكون شعوري وكأنني في صندوق من زجاج، أراهم ويروني ولكني لم أتعامل معهم أو أشعر بوجودهم. ربما يكون الحاجز قوي. مضت حياتي هكذا داخل الصندوق الذي كان مغلقا بمفتاح أبي، لم يسمح لي بالخروج إلا للدراسة، فكان يقوم بتوصيلي بسيارته حتى بلغت سن 18. كنت أحلم بدخول الجامعة حتى ألتقي بفتى الأحلام، بل كنت أضع في مخيلتي أنني سألقاه هناك، وأن ستبدأ قصة حبنا على مدرجات الجامعة كما أشاهد في الأفلام. فكنت أنتظر دخولي بفارغ الصبر، ولكن عندما أخذت شهادة الدبلوم اكتفى أبي بتعليمي لهذا الحد، ومنعني من دخول الجامعة حتى لا أختلط بالشباب. كان تقبلي للوضع يحمل مرارة قوية، ولكني استسلمت للأمر الواقع وخضعت بأن أكمل حياتي في تلك الوحدة المميتة. كانت حياتي عبارة عن قلم وورقة يرسمان حياتي التي أتمناها ولم أستطيع تحقيقها، وهي عبارة عن قصص خيالية منعتني حياتي المعزولة أن أعيشها في أرض الواقع. وكلما أردت أن أتعايش في قصة حب تبدأ يدي في كتابة الحروف والكلمات التي لا أستطيع أن أحققها. أكاد لا أصدق نفسي عندما أظل لفترات طويلة وأنا أكتب وأتعايش أحداث وهمية، وحينما أنتبه لنفسي أجد حياتي فارغة دون أحداث. كنت أتعايش دائما في الخيال،
ولم أعرف شيء عن واقع الدنيا. كنت أشبه الكتكوت داخل البيضة، ولكن وفجأة جاء من يكسر البيضة ويخرجني إلى الحياة. ظهر في حياتي بدون سابق موعد، وما به إلا وأن يمسك بيدي لكي أخطو معه داخل هذا العالم الواسع، عالم البشر، حتى أخلع معه ثوب الصمت والخجل الذي ارتديته منذ الصغر، وأتحول معه إلى إنسانة أخرى. ولكن كيف له أن يغير حياتي التي اعتدت عليها منذ طفولتي؟ ومن هنا تبدأ القصة. إنه فتى أحلامي الذي أخذني من عالم الخيال إلى عالم الواقع. التقيت به صدفة في إحدى الشوارع. كنت مع والدتي وخالتي في اليوم 20 من رمضان، نتجول أمام محلات الملابس لنشتري ملابس العيد. ومن وسط مئات الأشخاص خطفني بريق عينيه، فوجدتني هائمة تائهة مبعثرة الخطوات. نعم، أحببته من النظرة الأولى، لا أعرف كيف ولا متى. ظل ورائي يطاردني في كل الأماكن. كنت أحاول أن أتجنب رؤيته حتى لا أقع في حب هذا الشخص المجهول، ولكني وقعت بالفعل دون أن أشعر. ظل يحاول التحدث معي بالإشارات، ولكنني لم أستطيع أن أنظر إليه. كنت في خجل شديد. قضينا حاجتنا من المشتروات وحان وقت رحيلنا، وما به إلا وأن يأتي لمقابلة والدتي وسط الشارع. وكانت المفاجأة إنه طلب منها يدي. أما أنا فكنت في ذهول تام مما رأيت، لا أستطيع أن أستوعب ما يحدث أمامي. إنها حقا تشبه القصص الخيالية التي أكتبها، ولكنها في هذه المرة حقيقية واقعية، ولكن غير مصدقة. أخذ يتحدث مع والدتي عن نفسه، ولكن والدتي كانت مذهولة أيضا، فكان ردها له هو: بنتي مخطوبة. فوجدته ينظر إلي في حزن، ثم وفجأة ذهب هذا الشخص من أمامي وأخذ يبتعد. فوجدتني بدون أن أشعر ذاهبة وراءه في لهفة، ثم توقفت حتى لا تلاحظ أمي، ولكن عيني ما زالت وراءه تناديه وتقول: أنا مش مخطوبة. كانت لهفتي تظهر في نظراتي له، وكأنني أتوسل إليه أن يعود. وفجأة وجدته يلتفت إلى الخلف، وعندما رآني ناظرة إليه توقف وبدأ يتجه إلي بالخطوات البطيئة. إنه يعود، نعم يعود. في هذه اللحظات كانت أمي بتوقف سيارة لنذهب. كان يقف هذا الشاب بعيدا، وبدأ يلاغيني بالإشارات ويشير بيده: بكرة 8:00 هنا. فهمت من إشاراته إنه عايزني أقابله بكرة 8:00 هنا في نفس المكان، ولكن طبعا ما أقدرش أعمل كده. كنت عايزة أقوله لأ، ما ينفعش، لكن ما كنتش عارفة أشاورله إزاي قدام أمي. وفجأة لقيت ماما وقفت السيارة بالفعل وبتقولي: اركبي. كنت أنظر له في حزن النظرات الأخيرة، وهو مستمرا في الإشارات ويؤكد على موعد 8:00. أما أنا فلم أستطيع الرد سوى بإشارة واحدة، وهي إني هزيت راسي يمين وشمال بكلمة لأ، وأنا قلبي يحترق بين ضلوعي. ربما كانت تعني هذه الإشارة كلمة مقدرش وليس رفض.
كانت نظراتي الأخيرة له تحمل أوجاع لم أشعر بها من قبل. كان شعور مؤلم، ولكن ما كان علي إلا أن أذهب. ركبت بالفعل وذهبت، وأنا فاقدة الأمل في رؤيته مرة أخرى. ظليت طوال الطريق أفكر فيه وأتذكر نظراته إلي، وأغمض عيني وأنا أتمنى أن تعود عجلات السيارة إلى الوراء ولو للحظات. وفجأة سمعت خالتي بتقول لماما: ممكن يكون الولد اللي قابلناه ده ماشي ورا العربية. ردت ماما وقالت: لا، مش معقول طبعا. بصيت لخالتي وقلت في سري: يا ريت. وعندما وصلنا إلى المنزل، نزلت من السيارة وأنا أنظر بحزن إلى الشارع الذي أتينا منه. نزلت والدتي معي أمام العمارة، وذهبت خالتي بنفس السيارة إلى بيتها. ثم دخلنا إلى المدخل أنا ووالدتي. كنت طالعة على السلم حزينة مكسورة، حاسة إن في حاجة ضاعت مني. كنت أرى صورته على كل سلمة أمامي، وأتذكر إشاراته: بكرة الساعة 8. ثم أغمض عيني لأمنع دموعي من النزول. وعندما وصلنا الشقة، دخلت أمي إلى أبي وقالت له: بنتك جالها عريس. من هو صاحب المسألة والمشكلة والحكاية والقلم؟ مين اللي بيبيع الضمير ويشتري بيه الضمان؟ يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة.